السلام عليكم ومرحبا بكم قناة ديالي نسيم حزين. الهدف ديالي نلخص لكم حوايج مهمة باش نوفر عليكم الوقت ونشارك معاكم الآراء نتاعي. اليوم جيت نهضر على الانترفيو ديال بوز على قناة فاروق لايف اللي حققت نجاح كبير وكان الجمهور كله كيتسناها بفارغ الصبر، خصوصا بعد الجدل الكبير اللي دارته الاو بي ديالو 112 اللي لاح مؤخرا. هاد الاو بي خلقت نقاش كبير عند بزاف ديال الناس وكل واحد قال الرأي ديالو. كاين اللي قال بوز ملحد، كاين اللي قال مريض نفسي. ورغم هذا الشيء الموسيقى ديالو كتحقق نجاحات كبيره ولكن كتبان معقده للجمهور اللي مولف على اسلوب بسيط. هذا اللقاء اللي دام ساعتين كشف على بزاف د الامور مهمه، وهذا الشيء اللي خلاني ندير عليه فيديو ونلخصوا لكم اهم النقاط اللي كيتناولها، خصوصا في استمراريه الاو بي ديالو في التراند المغربي لمده 13 يوم. بوز فلو بدا الحديث ديالو مع فاروق على طفولته في ايمو الزار، انسان كبر في واحد المنطقه شبه قرويه اللي هي ايمو الزار، وقال انها كانت طفوله عاديه. طفوله زعما دازت لي زعما بحال اي مغربي كبر في المغرب، وما كان عنده لا مشاكل نفسية ولا صدمات كما كيعتقدوا بعض الناس. وأكد على أنه حاصل على إجازة في علم الاجتماع، وحتى البحث ديالو في الأطروحة كان على المثلية، واضطر على أنه يقلب على أشخاص مثليين ويجمع المعطيات منهم. بالنسبة للمسار ديالو الفني بدا في 2012 ولكن البداية الحقيقية كانت في 2016. وهضر على التأثير ديال الوالد ديالو عليه، وقال باللي الوالد ديالو شاعر وتأثر به بزاف، وراهم كيوجدوا الاغنيه مشتركه اللي غادي تكون فكره جديده في الراب المغربي. اما الاسلوب ديالو في الكتابه فكيخلط بين الكلمات الاكاديميه والكلمات الشعبيه، واللي كيخلي اغانيه مميزه ولكن صعيب يفهموها بعض الناس. واكد ان الموسيقى ديالو مستوحاه من الواقع وماشي نتيجه اكتئاب او مشاكل نفسيه. فيما يخص البيفات اعترف بوز فلو ان اقوى بيف كان عنده مع المورفين. شكون اللي كان اكثر واحد تحديا ولا قلتي انا لاعب دابا زوين مع المورفين سنة 2017، وتا هو كان متخوف من البيف هو يلا بادي. وقال لو كان انه كاين بيف اخر دابا حاليا غادي يكون بمستوى مختلف وما يكونش الاحترام اللي كان في البيف الاول. ماشي بحال دابا اللي تعدات شي حاجه اخرى حاجه اخرى دابا. كذلك عبر على الدعم ديالو للثقافة المغربية. نعترفوا بالثقافة ديالنا بحال ديك مازال كنشوفوا مثلا البندير عيب. شنو هو الفرق بين البندير والساكسوفون؟ شنو هو زعما؟ راه غير آلة فهمتي. بحال ستيل اللي دار يوسف 45 في الديسك ديالو الشرك بأتاي، وقال انه ناوي يدير اغنيه بكلمات مقلوبه، وإلا درتي ريبلاي كيعطيوك الاجوبه ديال الكلمات او الاطراق. وفي الاخير عبر على الراي ديالو في اعتقال الياس المالكي. قال انه كيتضامن معاه ولكن شاف الياس المالكي دار اخطاء اللي خلاته يدخل في مشاكل ما عنده حتى شي علاقه بها. هذا اللقاء رغم انه شفنا بزاف ديال الحوايج على بوز فلو وما جاوبش على بزاف ديال الاسئله اللي كان خصهم يطرحوا بالنسبه للاو بي ديال 112 الاخر ديالو، ولكن نقدروا نشوفوا الاجابات على الاو بي الاخر ولا خرجات في لي زانترفيو اخرين في المستقبل من هنا لقدام. مهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وما تنساوش دعمونا بلايك سبسكرايب وتهلاو، نتشوفوا في الحلقه الجايه.